سعدون الساعدي، اهلا وسهلا فيك في برنامج دوبيش. حياك الله حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك استاذ، تحياتي لبرنامجك الجميل، والي شرف التقي بحضرتك الكريمة، وحيا الله برنامج دوبيش وان شاء الله التوفيق. عندك 10 اسئله لازم تجاوب عليها بصراحه وبسرعه. وانا صريح، اسمي سعدون الصريح. جاهز؟ يلا ما عندي شيء. اسمك وعمرك وتحصيلك الدراسي وبدايتك في الفن. اسمي سعدون قاطع كاسب، من مواليد 1993، تحصيل الدراسي سادس ابتدائي، متزوج وعندي بنية اسمها رقية. بدايتك في الفن. بدايتي بالفن 2012. سعدون الساعدي يعتبر نفسه منشد ام فنان غنائي؟ فنان شعبي، شعبان عبد الرحيم العراق. وين تخلي نفسك بين الفنانين الشعبيين من الشباب في جيلك؟ اي فنان شعبي بجيلي ماكو. كلش. نعم. وقبل فتره قالوا سعدون، احنا قبل سعدونكم فنانين شعبيين. كل من وموسمه. يعني حاليا شعبان عبد الرحيم العراق، سعدون الساعدي، فنان شعبي. سبب شهرة سعدون الساعدي صورني عطواني لو صمون 10 بلف؟ صورني عطوانه 50%، صمون 10 بلف 1000%. شو السبب؟ صمون انتقاله مفردة. انت تشوف ما يحتاج يقول لك من حمد بنفسه ذا الهمر، شلون هذا المثل؟ مو؟ ما هو السبب الخلاف بين سعدون الساعدي وشركة دين؟ وأغنية على الماطور كانت ناجحة أم لم تلقي الصدى الواسع؟ تحياتي الاستاذ حسام الدين حبيبي واخوي. ماكو اي خلاف، بس تعرف انت اليوم اللي يلتزم بشركه راح يصير اكو تقييد وتعامل. فانا رجال شخص حر يعني. اليوم بالبصره، باكر بعمان، وراها ارجع للمدينه، اريد اروح للسوق. فانا ملتزم بشركه، ابو الشركه ما يرضى العالم يشوفنا هواي، يقول لك تحرق نفسك. وانا لو باقي بالشركه مشروع نجم كبير، بس انا اريد اعيش بالفقر. سعدون الساعدي تحارب من الوسط الفني اللي يعمل فيه مجال الشعبي. الشجره المثمره ترمي بالحجاره. اليوم كل انسان ناجح لازم له اعداء، لازم اكو مطب يوقع بيه. فالله يسامح الجميع ان شاء الله، والكاتبه الله يصير. أغنيتك على الفلافل تعتبرها ناجحة لو فاشلة؟ اغنيتي على الفلافل، انا اغاني كلهن ابتسامه وضحكه وشفافات يعني. بس انت اليوم تشوف اغنيتي انا على الفلافل وصلت مشاهده 4 ملايين، واكو اغاني لاحد الفنانين يعني هواي فنانين نجوم عندنا على وسط العراق، نجوم عربيين يعني ما عندهم مشاهده 100,000. انا على الفلافل 4 ملايين. يعني تعتبر نسبة المشاهدة هي أساس نجاح، هي اكيد المشاهده نجاح. شلون لا؟ اذا تنزل لك شيء وما بي مشاهده ما نجحت اغنيتك. بس تم نشوف الشارع يقول فلافل صمون، اكيد ناجحه. انا اعلان على الباكه نجح، هسه اسوي اعلان على الحفاضات انجح. الله يحبني، الله يخلي المحبه لي، الله يعزك. هذا عملك تعتبره مصدر للرزق او الطشه او تحب توصل للنجوميه؟ اولا الطشه اليوم سهله، بس بنفس الوقت شلون تحافظ على الطشه؟ اي انسان يقدر يطش بدقيقتين. انت اللي شوف اليوم انت واصل تطلع تسوي لك فيديو تغلط على شخص تطش. ثاني شيء مصدر رزق اني، وان شاء الله الثالثه اكو تطورات للنجوميه، وراح التزم بالفن، وراح اسجل اعمال تليق بالمستمعين. يعني امام عينك النجوميه؟ نجوميه ان شاء الله اكو مستقبل ان شاء الله. نعم. الله يعزك. فنان عراقي تحبه وتحب فد يوم من الايام تغني له على المسرح او دويتو؟ مشكلة مو انا لوني يختلف عن لون الفنانين، انا اسمع العمارة. تحبه؟ ما احب اي فنان، كل الفنانين احبهم بدون استثناء. يعني ما عندك فنان ببالك تحب تسويه؟ ان شاء الله اكو يعني، اذا اكو فنان اني اوصل رسالتي يعني. انا محمد السالم، لو حبيب علي، واحد من ذول الاثنين. سعدون الساعدي. نعم. طبعا هذا الصراحه كثير الرقص في الحفلات، تعتبر هذا الشيء طبيعي لو يأثر على شخصية سعدون مرور الزمن؟ شخصيتي فوق الجميع، بس انا رايح بفرح ما رايح بفاتحه، لو مجلس عزاء العالم فرحانه وافرح وياها ارقص، وانا شفاف. انا طبيعه سعدون الساعدي اليوم ابتسامه، فارقص. شو اسوي؟ والاغلب يقول سعدون الساعدي اغانيه ما تنجح
بس يتعامل بفطرته. نعم. على قولة اهلنا بالهز. بالهز. اليوم ما يحبني لا يتابعني. شخصيته حر بيها، ماكو واحد يقيد بياني. شخصيتي انا حر بيها، فلا حد يتدخل بشخصيتي. بعدون سمعنا انه هواي اجتك سفرات خارج العراق، اوروبا على دول الخليج. بالضبط. انت رفضت، شنو السبب؟ يا ما اقدر اعوف المدينه، الا اقول لك مدينه الصدر اموت عليها. يعني المدينه هيك غاليه عندك؟ روح من الدنيا مدينه الصدر، والله من اطلع اختني. هسه انا اخذ البصره، اموت على البصره واموت على جميع المحافظات، بس اجي بالبصره اظل 4 ايام 5 ايام شغل، يعني شغل على باب الله، اشتغل فلوس يعني يوميه احصل. ارجع للمدينه اختنق اموت. روح من الدنيا مدينه الصدر. شنو السبب؟ احبها. ما قدمت لك شيء. شلون ما قدمت لك؟ لان مدينتي هي. هذول حزام ظهري عارك فيهم، معلق سولف لو ربع قذولي معلق سولف. شلون؟ سعدون سمعنا انه حفلاتك والحنات تطلع عنهن ما تطلع اذا ما تشرب، صح هذا الحكي لو غلط؟ هاي الرسائل وياي هاي ضحكنا اني رسائل وصلتني بحياة. شوف اني خليني اقول لك مو مشكله، ما اقدر اسولف على نفسي. يكون اصدقاء المقربين مثل تسال بالبصره، اكيد هذا برنامجنا بالبصره احنا. تسال ميسي تحياتنا الى الحلاق الكوافير، تسال حسين الخياط بيت الخياط، تسالهم عليه راح يسولفوا لك عليه. اثنين الطب البغداد للمدينه، اقرب اصدقائي تسالهم عليه تقول لهم سعدون يشرب، شوف شو يقولوا لك. انا بحياتي ما اوصل، انا النوادي الليليه يعني قاعد يخابروني ما اطب بيها. يسمعنا هذا. اي لا ما اطب، انا بعيد، واي واحد عنده مقطع علي انا اشرب، انا خادم. هذه مجرد رسائل. ابد مستحيل مستحيل. بس هاي العالم قاعده ورا البيجات وقاعده ورا الكيبورد تسقط وتريد لايكات. انا جقاره ما ادخن، جقاره ما ادخن. انا رحت لاربيل والولد وياي قال له سعدون تلبس برموده؟ قلت له ما البس، وبالقوه بالقوه لبست برموده. انا برموده ما البس هذا عمري كله بحياتي، مو الا اشرب، غير يقعدون اذا انا معوق اصير غير يكسروني. مو كل الحكي نحكي، انا بالفالين. سعدون الساعدي، نجوميتك اهم شيء بحياتك؟ النجوميه اهم شيء. يعني غير ما في نجومية. شيء اكثر من النجوميه تحبه؟ اعلى من النجوميه؟ اعلى من النجوميه؟ اعلى من النجوميه والدتي. الله يحفظها. الله يعزك. يعني اللي ما يحب امه مشكله. انا جاي اشوف كثير من الشباب يصيح على والدته ويتجاوز عليها، يعني وما يحترم والدته. فاي واحد انصح شكو شاب معلي صوته على والدته هذا ما راح يتوفق، مستحيل. سمعنا شيء على الوالده، شده حبها عليك يعني توصلها من خلال البرنامج. دير بالك على امك يلبعتها وياك، دير بالك على امك يلبعتها وياك، مو فوق الظهر على راس خليها. الدنيا بلا يوم ما نسوى بيها نعيش، شل بهيج دنيا وام ما بيها. يم قلب ينبع محنه ويم سوالف دافيه، يما الجنه لو ما نور وجهك كان عند ظلمه وغافيه. يما الخبزه من ايدك لذيذه وبيها كل العافيه. يما ياكون انت مرض مسحه ايدك كافيه. امي من الزغر تنقل حطب للنار وتركب جدرها وما ادريش تفور. مصباح الحزن صبت لي بالماعون من ضيقة الحزن. مو عغالي والله يحفظك الوالده ان شاء الله. طبعا نعتذر احنا نزلنا معك تحيه
تحياتنا لوالدتك ان شاء الله، والله يحفظها ويمن عنها كل شر. اذيتني والله. اي واحد مقصر ويا والدته خليه يدير باله عليه، ترى ما يتوفق والله. اي واحد مقصر، انا جاي اشوف يعني كثير من الشباب يصيحون على امهاتهم يتجاوزون، ترى ما يتوفق والله. فخل عينك على امك يلبعتها وياك، مو فوق الظهر، على الراس خليه. الله يحفظك الوالد. الله يحفظ جميع امهاتنا العراقيين بدون استثناء. سؤال خارج القائمة. خالد نعم انا قول انا بالقائمة. نقدر في يوم نشوف سعدون الساعدي يقرس مجالس العزاء. مجالس عزاء الحسينية. شرف اخدم الامام الحسين، شرف كبير، اكو احلى من خدمة الامام الحسين؟ ماكو. وانا شايف لك تصريح تقول انه هذا التجاه نعم وهذا نعم انا سابقا ب 2013 و14 و15 انا اقرا مجالس حسين بداياتي يعني. بس اليوم يقول لك مت تخبط يصير واحد يتريق ثمن ومرق؟ ما يصير. فما يصير انت اليوم تغني معزوف وتدق وترقص ويجي محرم دشداشتك السوداء وتشراويتك ويا حسين ويمس. شو المعزوفه وين راحت؟ قبل فتره طلع عندك فيديو انتقاد واعتقد تنزلت الرد. نعم. مجلس عزاء حسيني وسويت حركه. اكيد اليوم هو الانسان طبعا من اعترف بذنب لا ذنب علي. واليوم انا مو معصوم، لازم اغلط، وانا غلطت وتعذر من الامام الحسين، يعني مو معصوم لازم اغلط. وهاي طبعا المقطع قديم قبل سنتين وانا نجحت ب 2020، وهاي المقاطع قديمه وبعد راح اشوف مقاطع يطلعن على سعدون الساعدي. اعداء النجاح كثير، بس انا اقول الله يسامحكم، وهاي بوسه لعيونكم الحلوه. رايك ببرنامج دوبيش؟ البرنامج دوبيش ودوشيش وين؟ تحياتي لك وتحياتي لبرنامجك هذا الجميل، ويسعدني ويشرفني انا اكون لقاء مع برنامجك هذا الجميل دوبيش. تحياتي لك وتحياتي للمصورين الخلف الكواليس، وان شاء الله الله يوفقك بهذا برنامجك الجميل. حياك الله اخوك وخادمك سعدون الساعدي. سعدون الساعدي، شكرا لحضورك. لا شرف كبير لي. الى اللقاء. البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر.